هذا المقصد موجه إلى الشاعر مبارك بن خلفان المشرفي. تم نظم هذا المقصد أثناء رحلة الطائرة من مسقط إلى صلالة بتاريخ 4/8/2022. يقول: ناصر أبدي وأسمي برب ما علي أرباب، لا من دعا أرض وسماه في طاعته، طوعا وكرها في الأمارة تستجاب، وكذا ملايكة السماء في أمارته. رب عظيم خاضعات للرقاب من قبل آدم والعصور الفايته، الين منهم حد عاصي وحد مهتاب، خاشع بذله من الإله وقوته. واثني بصلاتي ومن صلى ينال الثواب، على نذير الأمة هاشم نسبته، ليدك محراب اليهاله بالحراب، نور سطع ويل الضلال بهجلته. واسعد حظه ليث النفس زمان وتاب، والرب يسعد من تاب ويثبته، وكل من عصى ربه تلافاه الذهاب، ولا سامعا يسمع صياح وحسرته. واتلب سلام لا بعد ولا بحساب، يمطر زلاله من القلب وصفوته، شرو النحل تلقاه يحاكي في الشراب، يلي تعافى بل يسد من علته. جيتك مبارك ناصي من البعد خباب، في عبرة تقصى المدى في ساعته، في عبرة طارت بنا فوق السحاب، ياسين يا حافظ علينا برحمته. أبغى بريرة خاطرك نقل أطياب، علا تغازر في الراي ودلالته، لأن الذي يسأل يحق له الجواب، ومن وايبك ناصر تثور في حجته. سهم رماني ودعا خاطري من صاب، صوب علي من البعيد بحربته، كسر ضلوعي بعمد الرخلي عذاب، يوطى على قلبي في نقل الدوسته. كيف احتيالي ودموع المقل تنساب، يوم انت لاقت مقلتي في مقلته، قلت للأسف هيهات يرجع للشباب، هافت ملامح عارضي وخسارته. أما المنية قالوا يلها أسباب، وبظنتي موتي وحياتي بسبته، يا قلب ثني عنهن سودات الحجاب، ولومته قلب الشقي ولومته. هذا مثالي وتم مضمون الخطاب، إن كان توحيني تولم غايته، ومسامح إنك مسما لين التراب، إن كان شكواي وصياحي تهيته. واختم بمن أرسل على المذنب غراب، يفتي مصابه ويفتصل في مصيبته، ويا من حضر ذكر المكمل بالإداب، طاه النبي المزمل في روايته. وتم المقصود.